السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ووصفة جديدة. هنعمل مع بعض كيكة اللوتس بصوص اللوتس. طعمها بقى رهيب. كيكة هشة جدا، اسفنجية عالية الارتفاع. شايفين ارتفاعها اصلا عامل ازاي؟ طعمها بقى في حتة تانية خالص. لو جربتوها هتدمنوها وهتعملوها على طول. شوفوا الفيديو الاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل والتركات اللي تطلع معاكم الكيكه بالشكل الرهيب اللي انتوا شايفينه. كومنت حلو لو الفيديو بتاعي عجبكم، شيروا الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لعدد كبير من المتابعين. طبعا عملنا في القناة وصفات كتير جدا للكيكة. كيكة يومية وكيكة الحليب الساخن، وطبعا كيكة التايجر، كيكة شوكولاتة، كيكة برتقال. عملنا انواع كتير جدا من الكيكة وكلها كانت حلوة جدا جدا. فان شاء الله هسيبها لحضراتكم في صندوق الوصف لو حابين انكم تشوفوا الوصفات دي. يلا بينا ندخل على الطريقة. اول حاجة كده في بولة هبتدي ان انا اضيف 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. هضيف كمان ظرفين من الفانيليا علشان تضيع معانا ريحة الزفارة اللي موجودة في البيض. هضيف عليهم كوباية وربع من السكر. وصدقوني الكيكة كانت مظبوطة جدا جدا وما كانتش مسكرة قوي. هبتدي ان انا اضربهم. طبعا احنا ممكن نضيف كل المكونات دي في الخلاط ونضربهم على طول. وانا حبيت ان انا استسهل، يعني عملت بالمضرب الكهربائي. هضيف بعد ما بضرب البيض والسكر كويس جدا جدا ويطلع القوام كريمي ولونه فاتح ويبقى تقيل بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبتدي ان انا اضيف كوباية الا ربع من نص كوباية من الزبدة وربع كوباية من الزيت. يعني احنا ضفنا الزيت والزبدة كوباية الا ربع. طبعا لو مش متوفر عندكم زبدة ممكن تضيفوا كوباية الا ربع من الزيت، بس الزبدة بتديها طراوة وتديها طعم حلو قوي ومميز جدا جدا. بعد ما بضرب الزيت والزبدة مجرد دقيقة، هبتدي ان انا اضيف كوباية من الحليب الدافي بدفيه كده شوية على النار وبضربهم كمان دقيقة. بعدين هبتدي ان انا اضيف معلقتين كبار من زبدة اللوتس. هقلبهم بقى او هضربهم كده بالمضرب الكهربائي كويس جدا جدا لحد ما يبتدي ان هما يدوبوا قوي. بعدين هبتدي ان انا اركن الخليط ده على جنب، وهبتدي ان انا اجهز المكونات الجافة اللي احنا هنضيفها على الخليط. هنا معايا كوبايتين من الدقيق. طبعا لازم ان انخلهم انا كويس جدا. وبعدين هبتدي ان انا اضيف 3 معالق صغيرين مش مليانين قوي، يعني مش هرميين، من البيكنج باودر. هضيف عليهم رشة كده من الملح. وهقلبهم مع بعض كويس قوي. وبعدين هجيب الخليط السائل وهبتدي ان انا انزل خليط الدقيق على دفعتين. طبعا احنا ممكن ننزلهم على 3 دفعات عادي جدا. هابتدي ان انا اخلط الدقيق مع الخليط السائل كده كويس جدا. وبعدين بعد ما بتأكد ان هو اختلط ببتدي ان انا اضيف الكمية التانية من الدقيق. هدوبهم بقى كويس قوي واتأكد ان خلاص الخليط ده كل خليط الدقيق اختلط كويس جدا مع الخليط السائل، وما بقاش اي دقيق موجود في قاع البولة. صينية بقى، اي صينية متوفرة عندكم، بطنتها بزيت وعفرتها كده بالدقيق كويس جدا جدا عشان اما اجي اقلب الكيكة تتقلب معايا بكل سهولة. طبعا بخبطها كده خبطتين على الرخامة. وبعدين بدخلها فرن متسخن طبعا من قبلها على درجة حرارة 180. وبدخلها بتاخد معايا حوالي 50 دقيقة وبكون استوت. طبعا بدخل عود خلة كده في قلب الكيكة وبتأكد ان هي استوت لو العود ده ما طلعش اي عجين في قلب الكيكة. طبعا الكيكة شايفينها شاهقة الارتفاع، عالية جدا جدا. وكمان لونها حلو قوي. زبدة اللوتس مديها لون حلو جدا جدا. حطيت كده كمية من اللوتس في الميكرويف، دوبتهم كده زي بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا الطبق كان سخن جدا. وهبتدي ان انا اوزعهم على الكيكة. طبعا الكيكه بقلبها وهي لسه سخنه، يعني مجرد بسيبها بس 10 دقايق وبعدين بقلبها علشان تقلب معايا بكل سهوله. وبحط زبده اللوتس دي بعد ما الكيكه بتبرد، يعني بعد ساعه كده ببتدي ان انا احط عليها اللوتس. شكلها بيكون رهيب، ريحتها بقى حلوه جدا جدا. الكيكه نفسها عشان احنا ضفنا لها لوتس من واحنا بنعملها، وبعد كمان ما عملناها كانت رهيبة. يعني بصراحة من الكيكات اللي فضل ان انا اعملها مرة واتنين وتلاتة، طبعا علشان طعمها
يفوق الخيال، طعمها حلو قوي، رهيبة كده، وطعمها بقى يجنن وبتدوب كده في البق، علشان طبعا ضايفين ليها زبدة. فجربوها وان شاء الله تعجبكم قوي. طبعا لو جربتوها ما تنسوش لايك للفيديو، ولو حابين اي وصفة جديدة قولوا لي في الكومنتات. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامة.